السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للمرحلة الإعدادية. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة القاهرة على فرع الجبر والإحصاء للصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول. طبعا لو انت ما شفتش الفيديوهات بتاع الشرح او الاختبارات القصيرة هتلاقيها في صندوق الوصف بتاع الفيديو، او هتلاقيها تظهر على علامة الاي اللي على سطح الفيديو. وكمان لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل زر جرس الاشعارات على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية، وان شاء الله نوصل مع بعض للدرجة النهائية. نروح نشوف الحل بتاعنا بتاع الاختبار. السؤال الاول، اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة، ودي عبارة عن 6 نقط. اختر. النقطة رقم 1 بتقول نون اتحاد نون شرطة. نون اتحاد نون شرطة يا شباب اللي هي مجموعة الأعداد النسبية اتحاد مجموعة الأعداد الغير نسبية، وده بيدينا مجموعة الأعداد مجموعة الأعداد الحقيقية، يبقى الاختيار رقم ب. النقطة رقم 2 بيقول لي الجذر التكعيبي ل64 دي بكام يا شباب؟ تمام، الجذر التكعيبي ل64 تبقى 4، والجذر التربيعي ل16 تبقى 4 و4 8، وبكده برضو يبقى الاختيار بتاعنا الاختيار رقم رقم ب. النقطة رقم 3 المنوال للقيم 2 و5 و8 و2 و3. طبعا انتوا عارفين يا شباب ان المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا عن غيرها من القيم. طبعا ملاحظين ان الاثنين هي اللي متكررة مرتين، فهنا هنختار الاختيار رقم رقم ب. النقطة رقم 4 بيقول لي مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 36 بتساوي صفر في ح. طبعا انتوا عارفين ان المعادلة دي لما نيجي نحلها بالخطوات يبقى س تربيع بتساوي سالب 36، وديناها الجنب التاني بإشارة مخالفة، ونبدأ ناخد الجذر التربيعي. ولما ناخد الجذر التربيعي ما ننساش يا شباب نحط موجب أو سالب. موجب أو سالب جذر سالب 36. سامع حد بيقول لي يا مستر مفيش جذر تربيعي العدد سالب يبقى لا ينتمي لح، وبكده يبقى مجموعة الحل بتساوي فاي، واللي هو ده الاختيار رقم رقم ج. النقطة رقم 5 بيقول لي المعكوس الضربي للعدد جذر 3 على 6 هو. طبعا دي نقدر نعملها بالآلة الحاسبة، وكمان نقدر نعملها بالخطوات. المعكوس الضربي يبقى نقلب العدد يا شباب، يبقى 6 على جذر 3. علشان نحط العدد ده في أبسط صورة هنبدأ نضرب في جذر 3 على جذر 3، نضرب بسط في بسط يبقى 6 جذر 3، ومقام في مقام جذر 3 في جذر 3 اللي هي هتدينا 3. هنبدأ نختصر 6 على 3 يبقى 2، والجذر 3 هينزل، يبقى الناتج النهائي بتاعنا اللي هو 2 جذر 3، وده الاختيار رقم رقم ب. النقطة اللي بعد كده بيقول لي إذا كان الزوج المرتب سالب 2 و3، سالب 2 و3، ماله الزوج المرتب سالب 2 و3؟ يحقق العلاقة س ناقص ص تساوي أ. ده معناه يا شباب إن احنا نقدر نشيل الس ونحط مكانها سالب 2، ونشيل الصاد ونحط مكانها 3 بتساوي أ. سالب 2 وسالب 3 اللي هي سالب 5 بتساوي أ، دي معناها إن الألف تساوي كام؟ الألف تساوي سالب 5، وبكده يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم رقم د. كده خلصنا السؤال الأول ده ب6 درجات. نروح نشوف السؤال التاني اللي هو مكون من 5 نقط اختر، وده عليه 5 درجات. السؤال التاني أكمل العبارات الآتية، ده عليه 5 درجات. المسودة بتاعتنا اللي تحت دي، ونكمل التكملة بتاعتنا هنا. النقطة رقم 1 دي مش محتاجة أي شغل خالص. 3 و5 فترة مغلقة، هنشيل منها ال3 و5 مجموعة، تبقى الفترة المفتوحة 3 و5. ليه يا مستر؟ لأن احنا هنشيل ال3 يبقى تتفتح من عند ال3، ونشيل ال5 يبقى نعمل 5 مفتوحة، يبقى الفترة المفتوحة 3 و5. النقطة رقم 2 ودي محتاجة حساب. الوسط الحسابي للأعداد 4 و6 و8 و10. بنجيب الوسط الحسابي ازاي؟ هنجمعهم ونقسمهم على عددهم، هم 4 تساوي
4 و6 10، 10 و10 20، يبقى 28/4. الناتج بتاعنا 7، يبقى الوسط الحسابي هو ايه؟ هو 7. النقطة رقم 3، مرافق العدد ده في أبسط صورة. يبقى احنا لازم نختصر العدد ده، ممكن نكتبه على الآلة الحاسبة مباشرة وأنا أعملها معاكم بالخطوات هنا. احنا هنكتب 2 على جذر 5 ناقص جذر 3. علشان نعدل العدد ده ونحطه في أبسط صورة هنضرب في المرافق بسطا ومقاما. يبقى جذر 5 زائد جذر 3 وجذر 5 زائد جذر 3. بنضرب المترافقين اللي هم في المقام دول. جذر 5 في جذر 5 ب5 ناقص جذر 3 في جذر 3 ب3. والبسط هنسيب اللي مش مترافقين جنب بعض كده. يبقى هنا جذر 5 زائد جذر 3. ليه يا مستر بنسيبهم جنب بعض؟ لأن غالبا اللي بيطلع من تحت 5 ناقص 3 اللي هي 2 تروح مع الاتنين دي، يبقى الناتج النهائي بتاعنا جذر 5 زائد جذر 3. هو هنا مش عايز الناتج النهائي ده، هو بيقول لي مرافق العدد ده كمان. يبقى هنقول له مرافق العدد بنغير الإشارة اللي في النص، يبقى جذر 5 ناقص جذر 3. النقطة رقم 4 بيقول لي مكعب حجمه 27 سنتيمتر مكعب، فإن طول حرفه. نجيب ازاي طول حرف المكعب؟ دي بسيطة جدا. احنا حافظين ان حجم المكعب لام تكعيب وهو مديهولي ب27. يبقى علشان اجيب اللام هاخد الجذر التكعيبي للعدد 27، ودي طبعا كلنا عارفين ان هي تساوي 3. يبقى طول الحرف يساوي 3 سنتيمتر. النقطة رقم 5 والأخيرة في السؤال الثاني، إذا كان الحد الأدنى المجموعة 4 والحد الأعلى 10 فإن مركز المجموعة. بنجيب المركز إزاي يا ولاد؟ المركز يساوي الحد الأدنى اللي هو بداية المجموعة والحد الأعلى اللي هو نهاية المجموعة ونقسمهم على الاتنين. 4 و10 يبقى 14 على الاتنين اللي هي تساوي إيه؟ تساوي 7. يبقى كده مركز المجموعة يساوي 7. يبقى السؤال التاني ده عليه 5 درجات، واحنا قلنا السؤال الأول 6 درجات، يبقى كده 11 درجة. ونروح نشوف السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 فيه نقطتين. النقطة رقم أ مديني أ بجذر 3 زائد جذر 2، ومديني الب بعدد بس شكله مش حلو. مديني 1 على جذر 3 زائد جذر 2. طبعا علشان نكتب العدد ده بصورة كويسة هنضرب في المرافق جذر 3 ناقص جذر 2 وجذر 3 ناقص جذر 2. واحنا دايما يا شباب بنقول هنا نضرب المترافقين ونسيب المختلفين. هنا 1 ونفتح قوس جذر 3 ناقص جذر 2. المترافقين هنا جذر 3 في جذر 3 ب3 ناقص جذر 2 في جذر 2 ب2. 3 ناقص 2 ب1 والواحد في المقام ما بيتكتبش، يبقى جذر 3 ناقص جذر 2. يبقى أنا كده قدرت أكتب العدد في أبسط صورة. والعدد كده الألف أهي والب أهي، وإحنا عايزين مقدار ألف زائد ب على ألف في إيه؟ في ب. تمام. يبقى إحنا نروح نجيب كل واحدة لوحدها أفضل. يبقى نجيب ألف زائد ب تساوي الألف بكام يا ولاد؟ جذر 3 زائد جذر 2 والب جذر 3 ناقص جذر 2. جذر 2 دي هتروح مع جذر 2 دي، يبقى الناتج بتاعنا 2 جذر ايه؟ 2 جذر 3. عايزين كده ألف في ب. الألف بجذر 3 زائد جذر 2 والب بجذر 3 ناقص جذر 2. دول عددين ايه؟ مترافقين. جذر 3 في جذر 3 ب3 وجذر 2 في جذر 2 ب2. لما نطرحهم هيطلع 1. نروح بقى نقول له من أول السطر المقدار
يساوي المقدار اللي انت عايزه بقى أ زائد ب على أ في ب. أ زائد ب احنا جبناها ب2 جذر 3 وأ في ب ب1، ويبقى الناتج النهائي بتاعنا 2 جذر 3. وبكده يبقى انتهت المسألة. نروح نشوف النقطة رقم ب. النقطة رقم ب في السؤال الثالث بيقول لي اوجد ميل المستقيم أ ب، ومديني النقطتين أ ب7 و2 وب بسالب 2 و0. طبعا احنا هنا يا شباب بنقول ميل أ ب، حافظين القانون احنا، فرق الصادات على فرق السينات، نكتبه صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. الصاد 2 بكام؟ هي مستر 0 ناقص 2 وسالب 2 ناقص 7 تساوي، يبقى البسط سالب 2 والمقام سالب 2 وسالب 7 يبقى سالب 9. نقدر نشيل السالب مع السالب، يبقى الناتج النهائي بتاعنا 2 على كام؟ 2 على 9. بكده يبقى انتهت المسألة. ونروح نشوف السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 عبارة عن مسألتين. الألف فيها أوجد مجموعة الحل. ألف أوجد مجموعة الحل. مديني أول حاجة 3 س زائد 5 أكبر من الاتنين. هنحلها ازاي دي؟ موضوع بسيط جدا. 3 س أكبر من 2 ناقص 5، يبقى أنا وديت الخمسة الجنب التاني بعكس الإشارة. يبقى 3 س أكبر من كام؟ أكبر من سالب 3 يا أستاذ. تمام، إحنا عايزين س بس، يبقى بالقسمة على 3 يبقى س أكبر من سالب 1. جت ازاي دي يا أستاذ؟ لأن قسمنا على 3 هنا وعلى 3 هنا. س أكبر من السالب 1 يعني مجموعة الحل تساوي سالب 1 وما لا نهاية. الما لا نهاية دايما مفتوحة، السالب 1 عشان مفيش يساوي هتبقى مفتوحة. وبكده يبقى انتهت المسألة. نروح نحل المسألة رقم 2. المسألة رقم 2 بيقول لي ايه بقى في المسألة رقم 2؟ 2 س ناقص 1 الكل تكعيب تساوي 8. علشان اخلص من التكعيب ده هنقول له بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين. يبقى 2 س ناقص 1 تساوي الجذر التكعيبي ل8 ب2. ونحل المعادلة عادي خالص. يبقى 2 س تساوي 2 زائد 1، يبقى 2 س تساوي 3. احنا عايزين س بس، يبقى نقول له بالقسمة على 2. اما نقسم على 2 تبقى س بتساوي 3 على 2. جت ازاي دي يا مستر؟ اهو قسمنا هنا على 2، دي هتروح مع دي، وقسمنا هنا على 2. يبقى انا ناقصني كده بس ان انا اقول له اذا مجموعة الحل تساوي العدد اللي طلع معانا 3 على 2. وبكده يبقى انتهت المسألة. نروح نشوف السؤال الرابع رقم ب. السؤال الرابع رقم ب بيقول لي اوجد في أبسط صورة قيمة ربع جذر 80 ناقص جذر 20. نكتبها كده بخطنا احنا، ربع جذر 80 ناقص جذر 20 ناقص جذر 45 زائد جذر 125. لاحظوا ان دي كلها جذور تربيعية. نبدأ نكتب يساوي ربع. 80 اعملها 16 في 5 ناقص 20 اعملها 4 في 5 ناقص 45 هعملها 9 في 5 زائد 125 هعملها 25 في 5. يبقى احنا كده قدرنا نخلي الجذور كلها بدلالة مين؟ بدلالة الخمسة، أو 5 5 5 5. نبدأ بقى نطلع الأعداد دي. ال16 هتطلع ب4، يبقى ربع في 4 جذر 5 ناقص ال4 هتطلع ب2، يبقى 2 جذر 5. ال9 هتطلع ب3، يبقى 3 جذر 5. ال25 هتطلع ب5، يبقى 5 جذر 5 تساوي. طبعا ربع في 4 يبقى ب1، يبقى جذر 5 ناقص 2 جذر 5
ناقص 3 جذر 5 زائد 5 جذر ايه 5. هنا الجذر 5 ده قدامه كام؟ 1. 1 و5 6. 6 ناقص 2 يبقى 4. 4 ناقص 3 يبقى 1. وما ننساش ان الناتج هيبقى كام؟ 1 جذر 5. يا استاذ احنا هنكتب الواحد ده عادي كتبناه، ما كتبناش مفيش اي مشكلة خالص. وبكده يبقى انتهت المسألة بتاع السؤال الرابع رقم ب. ونروح نشوف السؤال الخامس والأخير علشان نخلص الامتحان بتاعنا. السؤال الخامس رقم أ. بيقول لي إذا كانت الفترة س بسالب 1 و3 والفترة ص ب0 و5، الأقواس طبعا زي ما هي واضحة قدامكم كده، اوجد مستعينا بخط الأعداد. عايزين التقاطع والفرق. هنرسم خط أعداد. ادي خط الأعداد بتاعنا اهو. وبعد ما نرسم خط الأعداد هنعمل فترة فوق وفترة ايه تحت. الفترة الأولانية من سالب 1 ل 3، يبقى نبدأ نكتب الأرقام بتاعتنا. 0 اهو، 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. طيب الفترة الأولى كام وكام؟ الفترة الأولى يا مستر من سالب 1 ل 3 أهو. سالب 1 مفتوح، 3 مغلقة، تمام. ونوصل كده. مظبوط. الفترة التانية من 0 ل 5، الصفر مغلق والخمسة ايه مفتوحة. تمام. احنا كده رسمنا. هنبدأ نجيب بقى اللي هو مطلوب مني. انا عندي عايز حاجتين، رقم 1 ورقم 2. رقم 1 احنا عايزين السين تقاطع صاد، والتقاطع ده يا شباب اللي هو الحتة اللي مشتركة في التظليل من اول هنا لحد هنا. يبقى ده كده بيساوي 0 و3، والصفر مغلق والتلاتة برضو ايه مغلقة. السين فرق صاد اللي موجود في السين يعني موجود فوق ومش موجود تحت، الحتة دي بس من أول السالب 1 لحد الصفر. يبقى سالب 1 وصفر. السالب 1 زي ما هي مفتوحة، والصفر دي بنعكسها تبقى مفتوحة، لأن هي مغلقة تبقى مفتوحة. وطبعا احنا ما بنعكسش إلا في الفرق بس، وبنعكس النقطة اللي ايه القريبة. يبقى كده خلصنا السؤال الخامس رقم أ، ويتبقى معانا السؤال الخامس رقم ب. السؤال الخامس رقم ب بيقول لي اوجد الوسط الحسابي مستعينا بالجدول الآتي. هنرسم جدول. هنعمل الجدول بتاعنا بالشكل ده. الخانات بتاع الجدول، أول خانة هيبقى س، وهنا ك، ولا خليها س م أفضل؟ طبعا الاتنين عادي. س وم، وهنا ك، وهنا م في ك. السين دي اللي هي المجموعات اللي عندي 8 12 16 20 24. مين دي يا شباب؟ اللي هي مركز المجموعة. 8 و12 20 على الاتنين يبقى كام؟ 10. يبقى مركز المجموعة هنا 10. وممكن بقى ما احسبش الباقيين واشوف هنا بيزود 4، انا ازود زيه يبقى 14، يبقى 18، يبقى 22، يبقى 6 وايه و20. هنا دي احنا نبقى عايزين مج. كاف اللي هي التكرارات موجودة عندي 4 10 16، 4 10 16 12 8. المجموع كله كام؟ 50. هنبدأ نضرب كل حاجة في اللي قصادها. 10 في 4 يبقى 40. 40. 14 في 10 يبقى 140. 18 في 16. لو طلع عندي أرقام كبيرة كده يا ولاد يبقى احنا يفضل ان احنا ولازم يكون معانا آلة حاسبة علشان ايه نحسب بيها. نجيب الآلة الحاسبة بتاعتنا ونبدأ نكتب عليها. أنا عندي هنا 18 في 16، 18 في 16 تساوي طلع 288. العدد اللي بعد كده 22 في 12
طلع 264. بعد كده 26 في 8 طلع 208. هبدأ أجمع العمود ده الأخير ده. أنا عندي 208 على الشاشة، هبدأ أقول زائد 264 زائد 288 زائد 140 زائد 40 واضغط يساوي. طلع معايا 900 وكام؟ 940. اكتب 940 هنا. لازم بقى نكون حافظين القانون بتاع الوسط الحسابي. الوسط الحسابي يساوي مج م في كاف على مج كاف، اللي هو يا شباب مجموع العمود الرابع اللي هو 940 على مجموع العمود الثالث يبقى 50 تساوي. نحسبها بالآلة الحاسبة. ادي شرطة كسر 940 على 50 تساوي. طلع معايا 94 على 5. ممكن ندوس اس دي. 18 و8 من 10. 18 و8 من 10. وبكده يبقى حسبنا الوسط الحسابي وكمان خلصنا الامتحان بتاعنا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش في نهاية الفيديو تضغطوا لايك، وكمان ما تنسوش تعملوا شير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الطلاب والكل يستفيد. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر مصطفى كامل رياضيات.